اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح مشرق بنور الله على عيونكم يا احلى متابعين في الدنيا. يلا بقى نصلي على الرسول يا حبايبي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. عندي طاسة، نزلت كده مسكت كمية البصل ده مقطعاه، طبعا علشان الكبة بايظة عندي يا حبايبي. ولا ما عندوش كبة مش هيعمل؟ لا طبعا هيعمل، اللي فيه عين وراس يعمل زي الناس. ماما بقى كانت جايالي وبتحب طبعا المكرونه البشاميل بتاعتي، قلت لا زي ما لازم انتوا اعملها. شايفين معايا جبت طاسه نزلت عليها بكميه البصل يا حبايبي اللي انا مقطعاه والله شايفين. ونزلت عليها بقى بكميه بالنص كيلو من اللحمه. طماطميه مبشوره، التوابل بتاعتك اللي انت بتحبيها، معلقه من الفلفل، معلقه من الملح، معلقه من السبع بهارات. شوفي اللي انت بتحبيه وتفضليه وضيفيه. وهنا جبت حله حطيت فيها ميه سبتها تغلي، نزلت عليها معلقه من الملح ورشه من الزيت. بعد المية ما غلت نزلت عليها بكيس المكرونة، مكرونة اقلام. وهنا بقى سبت اللحمة تتعايش مع بعضها لحد ما استوت. وهنا بقى هعمل البشاميل. طبعا انا كنت مستعجلة، كانت الساعة 4:30 داخلة على 5:45 يا حبايبي. جبت كيلو ونص من اللبن، وجبت بقى ايه كيس المنجزات. جبت بقى كيس البشاميل الجاهز وضفته على اللبن بالشكل ده. وطبعا ضفت مرقاية ورشة من الفلفل، وهقلب كل ده على البارد. وبعد كده بقى ايه هضيفه على البوتاجاز، وايديا فيه بقى على طول كده مع حتة السمنة البلدي بقى. بصوا اديله بقى مش عايزة اقول لكم. وايه بقى ايه، وهتن اقلب بقى طبعا هتن اقلب البشاميل جامد خالص علشان ما يتكتلش مني. طبعا بقى تنيت اقلب البشاميل طبعا عشان ما يتكتلش مني ويبقى انسيابي وجميل لحد القوام شوفي القوام اللي انت بتحبيه في البشاميل. وبالشكل ده انا بحب القوام اللي انتوا شايفينه ده. وجبت البايركس، ضفت معلقتين من البشاميل كده. طبعا انا قلت لكم مستعجله بعمل الفيديو ده، انا اصلا من الطبيعه بحب البشاميل انا اللي بعمله في البيت. وجبت كده نص المكرونه قلبتها في البشاميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس بجد كانت حلوه قوي. وضفت بقى كبشه كده من البشاميل تاني كده علشان تتلغلغ كده البشاميل فيها يا حبايبي. شايفين جمال اللحمه؟ بصوا مش عايزه اقول لكم بقى. وضفت بقى اللحمه دي ضفت اللحمه يعني في القارب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل دلوقتي برضو بمغرفه من البشاميل كده. بصوا جمال عدى الكلام بجد. بصوا ريقي جري اصلا وانا بعمل المكرونه. نزلت بباقي المكرونه، بس كنت بقول اللهم اني صايمه طبعا يعني. نزلت بقى، انا بضحك معاكم يا حبايبي. طبعا كل سنة وانتم طيبين، رمضان السعد والهنا على عيونكم يا رب، واللي نفسه في حاجة يحققها يا رب، ويرزق كل مشتاق يا رب بكل حاجة انتوا حابينها. ونزلت بقى بباقي المكرونة البشاميل، نزلت كده معلش بباقي البشاميل كده على المكرونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تنسوش يا حبايب قلبي تصلوا على النبي في الكومنتات. ونزلت بقى دلوقتي هنزل بقى بميكس من الجبن، طبعا كان عندي شيدر وموتزاريلا نزلت بيهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. صلوا على النبي يا حبايبي. طبعا هدخلها الفرن، مش عايزه اقول لكم بقى على طعمها، بجد كانت اصلا خطيره. كانت اصلا بجد حلوه قوي. بصوا كان البشاميل كده، بصوا بيلز كده فيها. وده كان فطارنا النهارده. طبعا عملتها جنبها فراخ مشويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبقى انزل لكم برضو الفيديو بتاع الفراخ المشويه. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايبي. وشيبسي بقى ومخلل، ولزوم التكات والحركات اللي هي بتبقى مع الاكل دي يا حبايبي. يا رب تكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات يا حبايبي.